السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم مبارك بإذن الله تعالى. أول حاجة نبدأ بها هي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يومكم مبارك بإذن الله تعالى. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد الوجبة خفيفة، وجبة صيفية نقدروا نحضروها في 10 دقائق توالى، نديروها في العشاء ولا في الغداء فوق ما بغينا. شديت هنا واحد 4 ديال الحبات ديال البطاطس هكا كبار، وقشرتهم مزيان وغسلتهم، قطعتهم بهذا الشكل دواور هكا. غادي نغسلهم مزيان ونصفيهم في الماء. غادي نغسلهم مزيان، نشلهم ونصفيهم نصفيهم مزيان في الشبكه حتى يستقطر كاع داك الماء اللي فيها مزيان، ويحيد منها داك النشا. من بعد غندير لها مليحه. نصفيها انا في الشبكه مزيان، وغادي نقليها غير بهذه الطريقه. غادي ندير بها طورتيه كتجي خفيفه في هذا الصيف. غادي ندير معها قطع ديال الدجاج او لادان على حسب ما متواجد عندكم في الدار، او الكفته او الطون، يعني على حسب ما يتواجد عند الانسان وعلى ما تشهى ياكل في ديك الوقيته يحضرها بطريقته. ندير لها شويه ديال المليحه في هذا الوقت اللي درت الزيت راه كطيب، راه الزيت سخونه. غادي نديرها، غادي نقسمها على جوج مرات. غادي ندير واحد المقلاة نخليها دابا حتى نحيدها، من بعد نزيد المقلاة الثانيه نديرها الزيت راه سخونه، نكون تحرككم الزيت. نديرها غادي نخليها حتى تحمر، لان انا ماشي غرضي فيها انها تحمر، الغرض ديالي فيها هي انها طيب. غادي نخليها تدخل الطياب، غادي نحيدها ندير عاودنا هذيك اللي بقات لي تما. غادي ننتقلوا ان شاء الله نقلوا عاودنا داك اللادان ديالنا، ونشوفوا شنو غادي نديروا في الوصفه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على التعاليق ديالكم، والله يحفظكم والله يبارك فيكم ان شاء الله، وينور حياتكم. بارك الله فيكم على المشاركه ديالكم والكلمه ديالكم الطيبه، الله يبارك فيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. دابا البنات غادي نقلي داك لادان اللي غادي ندير في وسط البطاطا في ديك الطورتيه ديالنا. درت شويه ديال الزيت، وندير شويه واحد البصيله غير صغيره قطعتها بهذا الشكل، نضيف لها هذا صدر دجاج او لادان اللي بغى، داكشي اللي اختيار، داكشي اللي متواجد عندكم في الدار. انا درتها بهذه الطريقه، قطعتها غير صغيره هكا. غادي نقليهم مزيان، ندير لهم العطريه والملحه، شويه ديال الملحه هنايا، ندير لهم شويه ديال الخرقوم. ما غاديش نكثر العطريه، ندير غير الخرقوم والفلفله وصافي. هادشي اللي غادي ندير. غادي نقليهم دابا مزيان. هاي البطاطا من بعد ما طابت غادي نحيدها، ما بغيتهاش تحمر غير طيب وصافي، راها طابت. غادي نحيدها ونقلي كامل الكميه بهذه الطريقه، ننتقل للمرحله الثانيه ان شاء الله. أكلة صيفية في هذا الوقت ديال الصيف زينة، واحد يستعن بها بدل ما يدير المرقة. ندير شوية ديال الفلفل الأحمر، شوية ديال الفلفل الأسود هكا، نشحرها مزيان. هاهي البطاطا من بعد طلعتها والأخرى هي طافتي، وغادي نشوفو نقلي هادي وغادي ننتقل للوصفة الثانية ان شاء الله. درت شويه ديال الزبده هنايا، ندير واحد 2 معالق ديال الزيت، غادي نستفاد البطاطا هنايا بسم الله. درت
درت هنا واحد البيضه هكا، ندير شويه ديال المليحه، غير واحد القليل المليحه، نديرها فوق هذا الخليط من ديال البطاطا. هذيك الحشوه اللي درت ديال لاداند مع قريتها مع البصل والعطريه غادي نديرها هنايا. بسم الله. نحاول انني نوزعها كامل على في المقلاة. غادي ندير فوق هاد البطاطا اللي بقات. بسم الله. نحطو كله. طيب اول من بعد ما كملت هكا هاد البطاطا غطيت كاع داك لادان ديالنا او صدر دجاج او اي متواجد. غادي دابا نضيف لها جوج البيض، ندير لها جوج بيضات هما، وندير لهم هذا واحد القبيصه ديال الملحه باش ما يجيونيش باسلين. غادي ندمجهم مع بعضياتهم مزيان. غادي نحاول انني نوزعهم فوق الخليط كامل. حقا المقلاة كبيره وجاني البيض باقي قليل، غادي نزيد واحد البيضه اخرى. يعني زدت واحد البيضه هنايا. غادي نديرها طيب مزيان على البوطه. احمد ندير لها شويه د الفرماج. نتمنى تجربوها، جات زينه ما شاء الله. ها هي البنات كي جات على هذا الشكل. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وجبه صيفيه خفيفه وظريفه وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.